انا رسميا حارق تو. واخيرا في مدينه النبي ابراهيم. ايش جابني هنا على الحدود متاع سوريا؟ وشنو حكايه المدينه هذه؟ ان شاء الله نلقاها. برشا احداث تستنى فيكم في الفيديو هذا. فرجك البنا يا معلم. لا تتخاف. مرحبا بكم في مدينة الأنبياء كما يسميوها، المدينة اللي فيها أقدم آثار في العالم الكل، وربما هي الأقدس لأهل الكتاب إن كانوا مسلمين يهود أو مسيحيين. زعما شنو السبب وراء قداسة المدينة هذه وعلاش لهالدرجة عندها أهمية إسلامية؟ كان يرفع هوش وصباح الورد صباح المغامرة. أنا تو بالضبط في آخر غازي عنتب، البلاكة متاعي حاضرة وقاعد نسطب. الوجهة متاعنا اليوم ورفاش، تبعد على غازي عنتب من ساعتين هكاكا، نورمالمون بالاوتوستوب تكون 3 سوايع. ان شاء الله يكون الطريق مسهل، ان شاء الله ما تصعبش برشا، سورتو اللي سخانة 7000 يا معلم، سخانة 7000 وانا على حدود مع سوريا، يعني سخانة اكثر لهنا. السلام عليكم ابي. هو الفايق الجرم؟ Nerelisin? Tunisliyim. Teşekkürler. سلكناها. Yoldayım abi. اوه بدأ العرض من اول ما وصلت يا معلم، من اول ما وصلت. وجه اخر للمدينه هذه، وجه اخر للمدن في تركيا. ودخلت لواحد من اهم المعالم لهنا اسمه باليكليغول. جمال البلاصه غير عادي، لوهله تحس روحك في الهند. طابع معماري مختلف، بحيره كبيره معبيه بالحوت، ورغم السخانه كانت البلاصه الكل معبيه. قرآن. شوف النافورة وشوف كالعادة التفاصيل متاع البني، ماشي تفاصيل عثمانية عادية، بل هي تفاصيل تميل على انها تكون من الشرق الاوسط متاعنا، التفاصيل المعمارية العربية. تحس روحك معناها في سوريا، في لبنان، العراق، فلسطين. شوف الجنان اللي بحذاك من هنا على يسارك، جار هذوما من هنا، وشوفوا التفاصيل يا جماعة، والله تقول معبد هندي. ما نعرفش مزيج متاع تفاصيل ما تراه في حتى بلاصة. Şanlıurfa'ya hoş geldiniz. شوفوا تفاصيل الديار، شوفوا الشبابك، الحيوط، البيبان. هذا أهم معلم في شانليورفا، هاكم باش تعرفوا عليه، خليك تتفرج. ما شاء الله ما بنوا الجامع، ما شاء الله. مبهور باللي نشوف فيه والله. الاركيتكتور يا جماعة، الجامع قاعدين يعملوا في ترميم، وقيل ممكن بعد الزلازل. الحمام، الساحة كلها، الماء اللي قاعد يدور على البارك الكله. شوف العباد ما شاء الله معبية. الجبل، شوف الجبل، الجبل محصور بجبل بالضبط، ومن فوق تنجم تشوف القلعة. ومن بعد ان شاء الله كان وفقنا ربي ولا غدوة نطلعوا لها. اسمع في الهزيج متاع العباد والا لا اللي قاعدين يصليوا لداخل ويذكروا في الأذكرة. اسمع. قاعدين يذكروا بطريقة هستيرية يا معلم. تتفجع كيف تسمعها. مش ندخل أنا واحد من الناس مش عارف. بسم الله يا جماعة، وصلنا. المقام هذايا اللي تراو فيه
داير به الماء من كل جهة، تحت المسجد بيدو، تحت القلعة. اللي ورايا هذا مقام النبي إبراهيم. لهنا بالضبط مش مقام وين توفى، لهنا بالضبط تولد النبي إبراهيم. تصور الديانات الإبراهيمية بما فيها الإسلام والمسيحية واليهودية خرجت من النقطة هذه. العباد تجي لهنا تقرأ الفاتحة وتشرب من الماء هنا. احتراما ليه، احتراما للمقام، دو بريفيرونس تخرج ووجهك يغزر، ما تعطيش بظهرك معناها. يا جماعة إحساس آخر إنك تكون هنا بالحق. تصور أنت في البلاصة اللي تولد فيها الشخص اللي غير البشرية الكل. احساس اخر بالحق. أما المسجد فكالعادة المساجد في تركيا تحفة، كل واحدة تنسيك في أختها. خليني نقول لكم بالحق، انا كيف كنت ماشي للشرق قلت خساره باش نبعد على البحر، باش نبعد على الجو متاع الصيف، سورتو اللي احنا معناها فيوت. دونك كنت كيكا، اما بالحق بدلت رايي. نجم نقول لكم حتى لتوا قاعد نعيش في احسن اياماتي في تركيا. خلينا نعملوا طلع على السوق، هو كل شيء لهنا قريب من بعضه بما فيهم السوق. خلينا نعملوا طلع عليه. تفرج لي فونتيلاتور، خلينا حسابهم عارفين السخانه 7000 لهنا. على كامل السوق، سوق كامل فوق تلقى فونتيلاتور مروحه. شوف الدقة هذه، شوف مهبطين الرذاذ متاع الماء على الناس هنا. ايه برد. المنازل من داخل تخليك تحس روحك داخل على أبو شاب. واو، مرة أخرى تحس روحك في مسلسل باب الحارة. وش فله؟ السوق نتاعهم زاد سوق مزيان ياسر، خاصة المناطق هذه، المناطق الشرقية من تركيا. السوق نتاعها تحسه قريب للسوق العربي، حاجة قريبة ياسر. الشمس بدأت تغرب يا جماعة. خذيت كسكروت كفتة وعيران، تكلفوليش رخاص على الاخر. كفتة وعيران هنا، كسكروت كفتة وعيران مع بعضهم 30 ليرة. الرخص والبشاشة الشرق غير عادي باجوري. باش نحرر الوقت لين يهبط الليل ونشوف بلاصه ان شاء الله. ان شاء الله ما يفيقوش بيا. فما مشكله لازمني نقول لكم عليها، اللي انا رسميا حارق تو، رسميا وفات الاقامه نتاعي، اما ما ينجموا يعملوا لي حتى شيء على خاطر ديجا قدمت على زياده في الاقامه نتاعي. دونك كي وقفوني ينجموا يقلقوني برشا، اما من بعد كي يشوفوا اللي انا قدمت اللي هي باش تاخذ برشا وقت باش يتاكدوا، ينجموا يسيبوني من بعد. معناها مش مشكله كبيره. ستر الله، ناكلوا كسكروتنا، تغرب الشمس، نلقاو بلاصه نباتوا فيها ان شاء الله، نلقى بلاصه نجم نتخبى فيها وكاو ان شاء الله. Nereye atacaksın? Abi Instagram'a. Ana. شرطة يوك Tehlike giriyor. تاريكل. في طريقي باش نلقى بلاصة نبات فيها، لقيت بلاصة أخرى. شكل نقب يشعلوا مش عارف، زعما كيما كابادوكيا نفس العباد اللي سكنوا. هاي برا نكتشفوا. اوه
هذه احسن حاجه تقراها، قريش وجراتسيز ببلاش ادخل. يا صاحبي كانت نجم تكون واحده منهم داري الليله. غريبه شنو حكايتهم، نزلت ما نعرفش لازم نقراو حاجه. تنجم تشوف بعض الاثار الرومانيه. يا معلم لهنا بالرسمي فما جماجم وفما عظام نتاع عباد ميتة تنجم تشوفهم. هذه اكثر بلاصه مدرقه، اما لازمني غدوه الصباح اول ما يطلع الفجر نتحرك، خاطر انا تو في جنينه نتاع زوز متاحف. فرشت على الغازون، حطيت باش نتوسط الكرتابة ونحط نرقد توا صاير. صباح الخير. الناموس قتلني البارح، قتلني الناموس، فرقعني من بلاصتي. يا برا نحضر رواحنا ونتحرك ويا. لميت الدبيشات نمشي فيه ساعة نفطر باش نحاول نلقى شكون نخلي عنده الكرتابة باش نجم نتحرك أسرع وأسهل إن شاء الله، ومن بعد آخر نهار نقصدو ربي ببلاصة جديدة. في طريق اني نكتشف حاجة كانت ثورة في تاريخ العالم والبشرية الكل. البعض حتى يقول انه هذه هي اطلانتس المفقودة. واخيرا يا معلم، اخيرا وصلنا للنقطة الصفر في تاريخ البشرية. تفرج يا معلم. واو، تصور انا توا في النقطة صفر في التاريخ في العالم، في أول حضارة كبيرة. قبل النقطة هذه العباد كانوا جوست صيادة يسكنوا في كهوف ولا يعملوا ديار بالقش سامبل. هذه كانت أول حضارة متطورة نسبيا مقارنة بكل حاجة جات في التاريخ. هذايا حضارة يرجع عمرها ل10,000 من سنة تقريبا، يختلفوا، فما اللي يقول 11,000، فما اللي يقول 9,000، 10,000 من سنة تقريبا. كانت غاطسة شوية في الأرض باش تحميهم من الشمس، باش تحميهم من العوامل الطبيعية نسبيا. وتشوف العرس كيفاش كانوا يصوروا عليها، كيفاش كانوا ينحتوا عليها. قبل ما كانش موجود هذايا الانسان الصياد، قبل كان جوست يسكن في كهوف ويرسم، ما كانش ينحت. هذاك علاش هما يقولوا هذه النقطة صفر في التاريخ يا معلم. تصور انت من هنا بدا نسبيا يتوثق التاريخ عن طريق حضارة متطورة. كانت هذه اول حضارة متطورة في الوقت ذاك. اكيد ننصح انكم تجيوا لهنا، احساس اخر انك تكون في بلاصه اقدم من حضاره المايا، اقدم من الحضاره الفرعونيه، اقدم من الحضاره الصينيه. احساس اخر انك تكون في بلاصه الاقدم حتى الان على وجه الارض. في نفس اليوم تعرفت على جماعه مقربعين شويه، واللي ضيفوني عندهم وفرحوا بيا على الاخر. هزوني جماعه باش نخلط على مشهد الغروب هذايا. تفرج، الهضبه ما فيها حتى شيء، فيها الشجره هما والشمس. اخر لحظة الغروب طبعا. بينما كنت نصور في المدينة بالدرون من الفوق، صار ما لم يكن في الحسبان. هذه كانت اخر لحظات الدرون قبل ما ضاعت لي الدرون. ان شاء الله نلقاه يا ربي، ان شاء الله نلقاه يا ربي. مش فاهم انا شباها، أول مرة تعملها لي الزح. الدرون تضرب والجي بي اس ما عادش يحب يخدم، يعني ما عادش نجم نطير درون من اصله، وباش يتكلف لي تصليحها برشا. الحمد لله ما كنتش وحدي ليلة. الجماعة فرحوا بي على الاخر وحاولوا يعوضوا لي الخسارة ويطيبوا لي طبق محلي من المدينة. I'm gonna make cheek kofta with egg. With egg? Yeah. Nice. It's a traditional cheek kofta type.
Yeah. So you will try and you will decide if it's tasty or not. let's see. هذه مكرونة. اوكي ايه الصوت؟ ايه صوت؟ Katalım. Can you give me that? Oh, you're gonna do this with eggs? Bence öyle yapalım ya. Vegetar var ya. Oh, hop 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 hop. Biraz daha su girmez mi? Oh man. Çok Very nice. ya. Vallahi really nice. Şimdi. Ama dikkat et Ama oradaki çok o şey yapmışsın kamuflaj ya. وكملوا ضيفوني الصباح على فطور تقليدي ومن شان يورفا. لو تجي لهنا في الحومه كل واحد يجيب الطبق نتاعو، يجيبوا يحطوا فيه الفلفل، يحطوا فيه البتنجان ويحطوه لهنا فهمتني، ويشويوه لهنا، يشويوه في الفور. وتفرجك البنة يا معلم شنو تعمل هنا في أرفة، كيف تجي تهز كعبات بتنجان كعبات فلفل تهزهم من الفرن وتاخذ من عندهم زيادة خبز، هذوما يشويهم لك في الفرن بلاش فلوس. يعني انت جوست من هذا الكل جوست احنا خلصنا الخبز، جوست جبنا البتنجان الفلفل حطيناه في الفور شووه لنا بلاش، واحنا جوست خذينا من عندهم خبز. يعني هذا الكل برسك تكلفلنا 10 ليرات. مفوه. وعندنا جبن، عندنا الزيتون، عندنا السلطة. شوف الماء قاعد يقطر منها معنا. توكلوا على ربي ونبداو ناكلوا. على شوية فلفل. كنت محظوظ برشا اني تعرفت عليهم في رحلتي، من غيرهم كانت اياماتي باش تكون اصعب برشا. عايشكم شباب. يلا برابر. Ben hiç sevmiyorum bu şarkıları ya. اما انا رصات لي نبعول في الدرون وحدي قبل رحلتي الجايه. نشوفكم الفيديو الجاي. and the strength